انطلاقه بالجهه اليمنى، الدخول داخل المعترك، فرصه خطيره. الان رفعت الكره، فرصه خطيره. عبد الله حيمود، فرصه جوزيف. محمد باعيو، انور ترخات، بكر ايماني، ابراهيم السبعوني، زين الدين الدراك، اسماعيل خافي، زكريا فاتي، جوزيف كيدي الايفواري، ولامين دياكيتي كذلك اللاعب الايفواري. هذه التشكيله رجي والسنغالي بولي سامبو جونيور. المدرب حسن بلعبيش على مستوى الاحتياط، يوسف مطيع، اسماعيل المترجي، امين ابو الفتح، جلال ثواني، وردوان جيد غادي يعطي انطلاقه بالفعل ديال المباراه. الكره اللي فاتت فريق الوداد ايمن الحسوني مشات الكره على المستوى المحلي وكذلك على المستوى القاري. جواد المحاوله مره اخرى، رضا سليم، انطلاقه بالجهه اليمنى، الدخول داخل المعترك، فرصه خطيره. الهدف الاول لفائده فريق الجيش الملكي. رضا سليم، الدقيقه الثالثه بعد المحاوله الاولى، الثانيه كانت في شباك الحارس احمد رضا التاكناوتي. فرحه كبيره لجماهير فريق الجيش الملكي، بدايه قويه. رضا سليم في المكان المناسب يضع الكره في شباك رضا التاكناوتي. تابعوا من جديد هذه المحاوله، انطلاقه بالجهه اليمنى، تمريره، لاحظوا السرعه ديال رضا سليم، كانت سرعه كبيره، الدخول داخل المعترك، تسديده قويه، لاحظوا في القائم الايسر، وبالتالي يتمكن رضا سليم من وضع الكره في الشباك. 1-0 لفائده فريق الجيش الملكي، هدف اللي غادي يحرك المباراه بشكل كبير. لاحظوا رضا الجدي، هي السعيد يعترفيد، الجديد لعبت كره ارضيه، فرصه تدخل الدفاع وابعاد الكره للزاويه. اول زاويه لفائده زوير المترجي، تدخل دائما خطوره، ونجم يسدد، تدخل الدفاع مره اخرى، والحارس ايوب الكرد في المكان المناسب. كانت فرصه لفائده فريق الوداد، ونجم وتدخل الحارس ايوب الكرد. لاحظوا هذه الثنائيه، زوير المترجي، كان محاولة إبعاد الكرة، وصلت الكرة لمحمد أونجم، تدخل ممتاز لمحمد مفيد مرة أخرى، ومرة ثانية اللاعب محمد أونجم يسدد، ولكن لقات أيوب الكرد في المحاولة من الجهة اليمنى. عدم النفاتي تسديدة، فرصة، الكرة في القائم، آدم النفاتي، والكرة تصطدم، والذي ينوب على الحارس أحمد رضا التاكناوتي. تابعوا من جديد هذه المحاولة، والكرة تصطدم بالقائم. كانت فرصة خطيرة لفائدة فريق الجيش الملكي الذي كان قريبا من إضافة هدف ثاني في التدخل. هذه فرصة، محاولة بواسطة يحيى جبران، ولكن العودة ديال ربيع حريمات الذي يبعد كرة في الوقت المرتد الهجومي لفائدة فريق الجيش الملكي. مشى رضا سليم الجهة اليمنى، ثلاثة ديال المهاجمين أمام ثلاثة ديال المدافعين، رفعت كرة، فرصة خطيرة، أحمد حمودان في المكان المناسب، هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. أحمد حمودان، مرتد هجومي سريع، فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي. رضا سليم، انطلاقة بالجهة اليمنى، كما قلت الاعتماد على المرتدات الهجومية السريعة. رضا سليم يمرر جوج لاعبين داخل منطقة الجزاء، تواجد حمزة إيقامان وتواجد أحمد حمودان الذي يتمكن من وضع الكرة في الشباك، وهدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. لاحظوا هنا التدخل وإبعاد الكرة من أحمد حمودان. شوف الرأسية ديال ربيع حريمات، مشات الكرة من آدم النفاتي لرضا سليم، انطلاقة ديال رضا سليم، السرعة ديال رضا سليم، كذلك بعد المحاولة بالجهة اليسرى، ترفعت الكرة، فرصة، خروج الحارس، رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، البحث على الرأسية، فرصة خطيرة، تسديدة مشات فوق المرمى، فرصة خطيرة والكرة فوق المرمى. كانت فرصة مع رضا سليم، ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل أمين فرحان، هنا حمزة، تفاعل كبير بالنسبة للجمهور. مشات الكرة سامبو جونيور لأيوب العبلود، فرصة للوداد، تسديدة، زهير مترجي يضيع هدف محقق لفريق الوداد. تمريرة ممتازة من أيوب العبلود، زهير مترجي أمام المرمى، ولكن التسديدة ديالو مشات فوق مرمى الحارس أيوب الكرد. تضيع فرصة، تضيع محاولة كانت سانحة للتسجيل لفائدة فريق الوداد في الوقت اللي الحكم الرابع عبد الرحيم الرخيز يعلن على 5 دقائق. الحكم اعلن على انه تنفيذ الكرة الثابتة، كتنفذ بسرعة، الحسوني، تسديدة عرضية ممتازة، دائما خطورة، ونجم يرفع الكرة، ونجم داخل منطقة الجزاء، كان تدخل ديال المدافع محمد المفيد، والكرة كتمشي للشرشر لفائدة فريق او خطأ لفائدة فريق حسوني ايمن الحسوني، تمريره، فرصه لفائدة فريق الوداد. اي بدايه، لاحظوا التمريره في الوقت اللي هل كان سامبو
جونيور في وضعيه تسلل على ايد الحكم المساعد 14 رايه في انتظار يعني الغرفه ديال الفار من اجل تاكيد او الغاء الهدف، ولكن هدف جميل ديال صافو جونيور في مرمى الحارس ايوب الكرد. لاحظوا التمريره من ايمن الحسوني في اتجاه صافو حكمي الفار. اذا هناك تسلل، اذا بعد التشاور بعد اتجاه لعيب حمزه ايكامان، انطلاقه ديال حمزه ايكامان، فرصه كره تمر جانبا بالوقت الحكم المساعد اللاعب. لاحظوا يعني حتى وضعيه التسلل اعتقد بسنتيمترات الانطلاقه، السرعه ديال حمزه ايكامان. لاحظوا الطريقه باش خدا الكره، دخل داخل منطقه الجزاء، لعب الكره بشكل جيد، الكره مرات جانبا، رفعت الكره الراسيه، فرصه الكره جانبا، الراسيه من صلاح الدين بن يشو، الكره ما مشاتش بعيد على القائم الايسر لمرمى الحارس ايوب الكرد. كتضيع فرصه ومحاوله لفائده فريق الوداد. رجعت الكره بهذا الشكل من صافو جونيور، يحيى جبران بالراس وصلاح الدين بن يشو. لاحظوا الكره ما مشاتش بعيد على القائم الايسر، ولو ان الحارس ايوب خطا بسرعه. هذا من يرفع الكره داخل منطقه الجزاء، تبادل الفرصه لامين دياكيتي، ولكن الكره مشات بعيده. لعبت كره من يحيى عطيطه، لعبت كره فرصه راسيه تدخل الحارس ايوب الكرد في المكان المناسب. كان صعود ديال ارسن زولا المدافع الكونغولي. لعبت الكره اللي لاحظوا بهذا التمريره، هناك تدخل ديال يحيى عطيطه وابعاد الكره. عبد الله حيمود، فرصه جوزيف، جوزيف كيدي، اول لمسه كره في الشباك. هدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي للمهاجم الايفواري الذي يتمكن من وضع الكره في شباك الحارس احمد رضا التكناوتي. فرحه كبيره لجماهير فريق الجيش الملكي، وبالتالي ورقه كانت رابحه من المدرب الفرنسي فرناندو دا كروز. يعني يمكن نقول بانه كان خطا على مستوى ابعاد الكره. لاحظوا احمد رضا التكناوتي بالفعل لان كان هناك تهاون في ابعاد الكره من مدافعي فريق الوداد. جوزيف كيدي في المكان المناسب يتمكن من وضع الكره في الشباك. نتابع هذه المحاوله. ايمانويل تشيبوي لعب الكره